تصوروا يا أحبابي بالأمس أو قبله يشدوا مخزن سلاح في دوار هيشر عند بائع خمر، أو شيخي أبو صهيب من دوار هيشر نجم يتحدث في الأمر أفضل مني. الإعلام الماجن الذي تعود لقع أحذية الدكتاتور بن علي وغيره لا يرضى بأن يقوم أمر الدين في هذه البلاد، لأن الإسلام يحارب مصالحهم، لأن الإسلام جاء لمحاربة الخنا، وكل إذاعاتهم ومسلسلاتهم وأفلامهم إنما هي الزنا وخنا. جاء الإسلام كي يحارب الربا، وكل معاملاتهم وتجاراتهم بالربا، فلذلك لا يحبون الإسلام، ولا تنتظر منهم يوما أن يحبوا الإسلام. ذهبوا بمعدات تصويرهم فصوروا الأسلحة، ثم ذهبوا تتبعوا خطوات الأمن إلى دوار هيشر بعيد عن منيهلة، ودخلوا إلى الجامع بعد وشاية من بعض الكارهين للدين أن في هذا الجامع هناك أسلحة. دخلوا عبثوا بما في الجامع، لم يروا حرمة لا لبيت. كي تدخل كلينتون في 11 سبتمبر، بوش كي دخل في 11 سبتمبر إلى المركز الإسلامي في واشنطن، دخلت زوجته وهي واضعة طرحة على رأسها لم تكشف شعرها، ونزع حذاءه، لكن احنا لهنا نطأوا بيوت الله بأحذيتنا. بحثوا لم يجدوا إلا جمعا من طلبة جاءوا من مدن بعيدة كي يطلبوا علما، حملوهم، فجاءت هذه الوثنية بتلك المعدات فصورت الإخوة وهم محمولون إلى الإيقاف، وربطت صورتهم بصورة الأسلحة وعلقها على السلفي. علاش؟ لأنه عملوا المحاولة الانقلابية الأولى والثانية، حاولوا يحرقوا، يلقوا السلفية يحميوا في البلاد، فقالوا هذا أمن موازي وبداوا عليهم في الخرافات. وقلتها ونعودها في حضور شيخنا أبو صهيب في أحداث العبدلية، حي الانطلاقة قريب لا تحرق من الشباب الغاضب، خرج الشيخ يا أبو صهيب وقال يا شباب الهدوء، فنفس الشباب نظف الشوارع وكنسها ونحى العجالي وباس رأس ملاك المحلات ولا يعس ما عادش يخرب. ليش؟ لأن ناس نتبعوا مشايخنا. هالإعلام هذايا هاو جاء إعلام بديل، ألا تؤازروه؟